Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فو كيتشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل بقى الفراخ مع بعض، الفراخ المتحمره بالفيجيتار هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه و يعني ما شاء الله طعمها بيبقى تحفه تحفه تحفه. جربها زي ما انا هعملها كده بالتفاصيل كلها. هنبدا يلا مع بعض. هنبدا نجيب الفراخ ونقطعها. طبعا الفراخ اللي مقطعها لي انت عايزاه تقطعيها على 8 قطع، انت طبعا ما انت بتقطعيها او 12 قطعه براحتك. انا حطيتها دلوقتي في الميه الدقيق والخل والليمون والملح وقرفه. عندك معلقه طحينه حطي. كل الحاجات دي لازم تتغسل الفراخ غسيل جامد. اهم حاجه عشان هي طبعا بتبقى ليها ريحه كده مش مستحبه، فانت لازم تنضفي الفراخ. اهم حاجه غسيل الفراخ. انا دلوقتي وريكم هي اللي انا كنت نقعها بتاع ساعتين، فعملت اللون ده بقى خلاص، يعني نزلت بقى كل الحاجات الوحشه فيها. هبدا اغسلها تاني معاكم واحط عليها ملح وليمون. بعصر عليها تاني ملح وليمون. بعصر الليمون اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم تنقع ونقعتها شويه، وطبعا الميه الجاريه عليها. تنضفي بقى كل الاحشاء بتاعتها، اي حاجه زايده فيها من دهون من ده طلعيها. هتشوفي كل حاجه هون قدامك. حطينا الملح تاني بعد ما غسلتها مره واتنين. لازم الفراخ تتغسل جامد عشان بيبقى فيها نسبه زفاره عاليه، فاهم حاجه غسيلها، غسيل الفراخ. انا قطعت انا هون. هنبدا بقى ايه، اسيبها بقى شويه لحد ما احضر ايه تشويح الفراخ بتاعها. هسيبها شويه. هتنضفي طبعا لو فيها قناصة، فيها قلب، فيها الكبده بتاعتها. بتعمل البتاع دون اللي انا بطلعه دون، ده بيبقى في الفخاد. مش عارفه اسمه ايه بصراحه، بس هو انا بحاول برضك اطلعه، بحاول اطلعه. انتوا براحتك، عايزه تسيبيه عايزه تطلعه انا بطلعه، عشان بحس برضك اللي هو بيزفر الفرخه. لو انت عايزه تشيلها زي كده شيليه، ما هو ملوش لازمه. لكن لو في ناس بتحب تاكله عادي. انا بوريك الفيديو وانتوا براحتك. شايفه بطلع منها دهون من الصدر ومن بين الفخاد بتاعت الفرخه والمؤخره من ورا وحاجات، يعني بنضفها تنظيف جامد. والقلب كمان نضفته هون. كل ده تحت الميه الجاريه بتخلي الفراخ زي الفل. ادي هي مقفوله اهي، انا فتحتها اللي قبلها ونضفتها. وكل ده طبعا تحت الميه. اهم حاجه تفتحي الحنفيه على الفراخ، تغيري ميتها كذا مره عشان تلاقي الشوربه بتاعتها طعمها حلو. لازم غسيل الفراخ. هنحط طبعا حته سمنه كبيره او زبده ايا كان عندك، مع معلقتين زيت. ده هنشوح الفراخ بقى اهو. عايزه تعمليها ني في ني وتحمريها مفيش مشكله، بس انا بحسها إيه يعني ما بنعملها بتاخد وقت شويه كتير في السوي على النار. هقول بس المقادير دي. معانا ورق لورا، معانا حبهان، معانا مستكه، معانا كبابه صيني، معانا مكعبين مرقه، والملح والفلفل طبعا. الحاجات دي بتبقى لازم في تشويح الفراخ. حطينا ورق لورا، فلفل، ملح، الكبابه الصيني، الفلفل الاسود الحصى لو عايزه تحطيه مفيش مشكله. كل الحاجات دي مع تشويح الفراخ. وتقلبها بقى وتحط الميه السخنه. عايزه تسخني لها ميه مفيش مشكله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. انا كب الميه عليها بقى الميه السخنه،
ميه من الحنفيه براحتك. هي بقى تستوي مع نفسها وهتبقى زي الفل. بدأ انا هحضر بقى على البال بقى تستوي. هحضر بقى ايه الدقيق والنشا اللي احنا نعمل الكفر بتاع الفراخ. هنحط كوبايتين دقيق، عليهم نص كوبايه نشا، ربع نص معلقه فلفل اسود. اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله الفيجيتار. الفيجيتار يا جماعه، ولازم الكيس دون هو طعمه اللي بيخلي الفراخ في حته تانية خالص. مش غالي، جيبيه من اي عطار. بلاش الفيجيتار السايب. الفيجيتار السايب بيبقى طعم وحش جدا، او يمكن انتوا بتحبوا، بس انا بحب النوع ده المغلف دون بيبقى طعمه تحفه، بيخلي الفراخ تحفه تحفه تحفه. وانت وراحتك وجربي. انا حطيت كيسين فيجيتار على كوبايتين دقيق ونص كوبايه نشا ومعلقه فلفل، معلقه ملح صغننه، معلقه كركم. الكركم الاصفر عشان الفراخ تبقى صفرا كده وشكلها حلو زي بتاعه المحلات بالظبط. هبدا بقى طبعا ادمج الدقيق والنشا وكله مع بعضه والبهارات والفيجيتار، وهبدا بقى اقسمه في طبقين. طبق احط عليه كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، طبعا مقدار بقى اكلك، نص كوبايه ميه عشان تعملها سايله كده، ومش سايله قوي يعني. انت ما تحط دلوقتي الفراخ تلاقيها الفراخ لزق الكفر عليها. هوريها لك اهون. او بقول لك تاني، الكيس الفيجيتار احلى حاجه في الاكله دي كلها. انا بوريكي الطبق اهو ان الدقيق السايب قسمت المقدار على طبقين. طبق احط عليه حبه دقيق مع الفيجيتار مع النشا مع كله، واحطه في ميه، نص كوبايه ميه. هسيبهم بردك لحد ما الفراخ تستوي. انا كنت بحضرهم لحد ما نعمل الملوخيه. طبعا الفراخ بدات تستوي خلاص. مجرد ما الفراخ تستوي خالص تقومي حاطه بقى شوربه للملوخيه. انا طبعا فضيت الكيس الملوخيه ده كيس طبعا مجمد من اي سوبر ماركت، تحطيه وبعدين تكيلي على الميه. في ناس كتير بالذات المبتدئات يحطوا الميه الاول وبعدين يحطوا الكيس، ممكن تطلع منك خفيفه. فانت حطي الكيس الاول وبعدين كرنيب كده لحد ما تقلبيها في بعضها زي ما انا بقلبها كده، وتشوفي تقلها كده عمرها ما تصيط منك. لكن انت لو حطيت الشوربه الاول بعدين تحطي الكيس ممكن تكون الشوربه زياده، فكده انت بتبوظي الملوخيه، تسقط منك على طول. انت تحطي الملوخيه ايا كان بتاعتك في قلب الحله، وكرنيب شوربه بالراحه، وتقلبي كرنيب الاول كرنيب التاني وتقلبي. لو تلاقيها سمكها حلو خلاص. هنحط طبعا نص معلقه كزبره ناشفه ونص معلقه كمون. طبعا الشوربه احنا منكهينها من جميع النكهات، فحدقها مظبوط، فما حطيتش ملح. خدي بالك برضك من الحاجات دي. والمرقه بتبقى حدقها عالي، فانت لازم تخلي بالك من الملح بتاعك. طبعا سمكها هون انا بدات احط كرنيب لحد ما وصلت للسمك اللي انت شايفينه قدامك ده. حضرتك لازم تظبطي الاكل وبالراحه. كرنيب وتشوفي. هنعمل طبعا التومه بالسمنه، بالكزبره. فضيتها هون الطبق الملوخيه اهو، تقليه عليها معلقه توم، معلقه كزبره ناشفه، معلقه سمنه، وبتعملي احلى تقليه للملوخيه. والملوخيه ما جاهزه معانا، اللهم بارك. عايزه رغيف عيش سخن بقى وتاكليها. طبعا الفراخ استوت خلاص. مجرد ما الفراخ تستوى بحط بقى بطلع كل الفراخ وهصفيها دلوقتي في مصفى. كلها بقى خلاص استوت خلاص. انا بوريها لك وهحط الشوكه هي اوريها لك اللي هي استوت خالص، اتماكت. ما بيكملش نص ساعه على النار. طبعا تبع الفراخ، لو فراخ صغيره ما فيش ربع ساعه. انت برضك كل شويه تكشفي الحله وتشوفيها وتجسيها بالشوكه. لو لقيت الشوكه دخلت معاكي كده خالص غرزت هيبقى استوت. احنا برضه عملنا اهو هحطها الاول في الدقيق السايب وبعدين في الدقيق العادي. خلطة الدقيق هقولها تاني. احنا عملنا كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا. الدقيق لازم يكون اكتر من نشا. كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، وكيسين فيجيتار. ويعني المقدار ده ممكن يعمل فرخة.
ومعلقه ربع معلقه كركم وربع معلقه فلفل اسود. والملح ما تكتروش عشان الفيجيتار بيبقى بردك حادق زي المرقه كده. شوفي بقى لما بتعملي الطبق اللي هو السايل دون، ما تخلوش سايل قوي، تخليه بردك تقيل شويه عشان الكفر، يعني الفرخه مجرد ما تنزل فيه يبقى تقيل معاكي، ما يسقطش بقى ويبقى سايل، لا. وتقومي بقى حاطاه في الدقيق وهنحطه على طول على في الزيت المغلي. اهم حاجه تكون مقليه غويطه، وتكون قادحه الزيت جدا جدا، عشان الفراخ على طول تنزل تاخد الصدمه دي. اللهم بارك. كانت طعمها تحفه، جربيها، تحفه تحفه تحفه. انا بحاول اعملها اللي هي بتبقى مسلوقه دي على طول. ليه؟ النيه بتاخد وقت قوي في الزيت وبتهدر منك زيت كتير، فانت سواها عادي خالص، على الاقل هتستفادي من الشوربه، وفي نفس الوقت هتطلع محمره، وهتحمرها في ثواني، مش هتاخد منك زيت كتير. فجربي دي وجربي دي. النيه بتتبلها نفس التتبيله دي وكل حاجه في الدقيق العادي، والدقيق اللي هو بتاع السايل دون، وتنزلها في الزيت، بس لازم يكون النار واطيه، وتقعد تستني بقى ربع ساعه لما تقعد تستوي، تقلبها على الجنبين. لكن هي مستويه دلوقتي حاليا، فبتبقى على طول يا دوبك بس بتاخد الوش بتاعها الذهبي ده. تحفه. شوفي كمان الكاميرا والله ظلمها. انا بقول لك كل حاجه بامانه، على اساس لو حد جرب تجربه الفراخ دي والحاجات دي، اهم حاجه تدعونا بس، عشان والله احنا بنتعب في الفيديوهات دي جدا، المونتاج وده وعايزين لايك كتير، ويفعلوا القناه، تعليق بسيط بس عشان القناه تكبر بيكم. اهم حاجه التعليقات يا جماعه، وتحطوا لايك. ربنا يجازيكم خير يا رب. هطلع بقى، اقعد اقلي بقى الفراخ طبعا مع نفسي بقى لحد عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا الرز الابيض عملته مش مستاهل. دلوقتي انا بعمل مكرونه الشعريه دي عشان احط الشوربه. انا طلعت الفراخ من الشوربه خلاص، واحط بقى بحمر معلقه سمنه وتلات 4 معالق مكرونه شعريه او لسان عصفور براحتك. وتحطي بقى الشوربه تستوي 5 دقايق، وتشربي احلى بقى شوربه لسان عصفور او شعريه اللي انت حباها. كله جاهز اهون، وبحمر في نفس الوقت الفراخ. كل حاجه بتعملها مع بعضها بتنجزي في الوقت. واهم حاجه طبعا تنضفي المطبخ حواليك وتظبطي حالك. انا بوريك القرمشه بتاعتها تحفه، بسم الله ما شاء الله، ولا كنتاكي والله. اللهم بارك. وتحس ان فيها بركه كده وكتير، يعني بتاخدي قطعه وقطعتين وتحفه. هنغرف بقى الاكل بقى اهو. الملوخيه بسم الله ما شاء الله هين، سمكها حلو، لونها جميل. الفراخ هين بسم الله ما شاء الله. الرز الابيض المفلفل. وتفضلوا معانا. اهم حاجه تفاصيل الفيديو دون كلها قلتها بما يرضي الله، على اساس كل اللي عايز يعمل زيها يعمل. واكتبي لي في التعليقات لو جربتيها، بالله عليكي لو جربتيها قولي لي في التعليقات عملتها حلو ازاي، يعني قولي لي ايه اللي وقف معاكي وايه اللي طلع حلو وكده. وعايزه تستشيريني في اي حاجه، في اي معلومه، اكتبي لي في التعليقات وانا ارد عليكي، بالذات البنات المبتدئات. سنه اولى مطبخ، سنه اولى جواز. طلعت طبعا كل كميه الفراخ اهين مع بعضها. اللهم بارك، والسلام عليكم.